بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صحابي متابعيني الكرام، يا رب دايما تكونوا بخير. مليار مبروك. حضر الزعيم إلى استاد القاهرة ليعطي درس لكل من يسول له نفسه إن يقدر يغلبه في أرضه قصاد ال70,000. اسمحوا لي إن أنا أقول لكم إن النهارده زعيم زعماء الكرة العربية والإفريقية، زعيم زعماء إفريقيا وآسيا، الأهلي. وفعلا الأهلي بمن حضر، طول ما جمهوره موجود، طول ما جمهوره حماه، طول ما الجمهور في ظهره. جمهور الأهلي هو الأساس، والأهلي بمن حضر. اي حد، وقلت لكم في الفيديو امبارح، اي حد داخل النادي الاهلي هيأدي لاخر نقطة عرق عنده. قلت لكم يوسف ايمن لولا الخبطة والاصابة اللي في مباراة الزمالك هيعوز ينزل ياكل النجيلة. كهربا ما نزلش، عايز ينزل ياكل النجيلة. اللعيبة قصاد الجمهور العظيم، اي حد لازم يقف يسقف للاهلي، الفريق العظيم المحترم، الفريق اللي بينيم افريقيا واسيا في اي وقت هو عايزه. الاهلي بمن حضر ازاي؟ احمد قادر وهو موجود لاعب، طاهر من بعيد يجي يلعب، بيرسي يلعب هياكل، رضا، اي لعيب باي تشكيل للنادي الاهلي. وافتكروا وعيدوا فيديوهاتي، قلت لكم ان رامي ربيعه وياسر ابراهيم هما الاثنين المدافعين اللي كانوا موجودين بمنتخب مصر ويستحقوا يرجعوا لمنتخب مصر. ادي الاداء اللي بيأدوه. وقلت لكم بالمستوى ده اشرف داري ويوسف ايمن هياكلوا النجيله في التدريب عشان ياخدوا بس مباراه. ايه اللي رامي ربيعه بيعمله؟ فريق الاهلي واقف على رجله. محمد عبد المنعم يمشي، الاهلي واقف على رجله. الاهلي ما بيتهزش. من النهارده الاهلي بيفكر وجمهوره في نصف النهائي، بيفكر انه يكسب في قطر ويلعب على النهائي قصاد ريال. واللي اضمنه لكم ان الاهلي يوم المباراه مفيش لاعب هيبخل بنقطه عرق. وقلت لكم من امبارح اللي اقدر اضمنه لكم ان الفريق هيلعب، النتيجه والتوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى، لكن لكل مجتهد نصيب. فرقه بتلعب، مدرب بيقلل اخطائه، لعيبه بتحب بعض، لعيبه قاعده ما بتغلش، تنزل ربنا يوفقها. قفشه جون هيفضل في الذاكره. قفشه بيلعب مده قليله لكن اهدافه مميزه والجمهور مش هينساها له. عمر كان ملعب واحد يمين شمال يلعب. عمرو السوليه هو القطعه اللي الاهلي لما يعوز يظبط ايقاع ويلعب بالخبره والكره تهدى واللعيبه تهدى وما تتعلاش على الفريق العين وتلعب وما تغلطش، يبقى النتيجه 3 واكتر. لو الاهلي وكان في توفيق من ربنا سبحانه وتعالى كانت الاهداف كمان تبقى الفوز اكبر. الاهلي ما بيزعلش اخواته في اسيا، مش عايز يزعل الهلال ولا يزعل الاتحاد ولا العين، عشان كله يبقى متساوي قصاد النادي الاهلي. مش بس الناس كانت بتقول طلعوا الاهلي من الدوري المصري عشان حد ياخد، وطلعوا الاهلي من افريقيا، لا، طلعوا الاهلي دلوقتي من افريقيا واسيا عشان حد تاني يبقى موجود، حد تاني حتى في كاس العالم للانديه
يبقى موجود غير النادي الاهلي، لان بالطبيعي بطوله الانتركونتيننتال الاهلي هيبقى منافس قوي قصاد بطل اسيا. مليار مبروك للاعيبه النادي الاهلي ومجلس الاداره والمدير الفني والجمهور العظيم، الجمهور اللي من الساعه 2 موجود بيشجع بيحمس، بعد الاحتفال موجود. الجمهور ده هو الدافع وهو اللاعب رقم 1. النهارده كل لاعب بيتعرض عليه انه يلعب في النادي الاهلي لازم يفكر في اللي هقوله لكم. انت بتخش النادي الاهلي عشان تحقق بطولات من اول يوم تيجي. عمر الساعي نزل الملعب دقيقة ثانية عشان يحقق بطولة، وقبلها السوبر المصري، وهو لسه ما تعرفش على جمهور الاهلي وما لعبش بطولتين. ايا كان العرض المالي اللي كان هيبقى عنده من اي فرقة تانية، فين البطولات؟ وسام ابو علي بعد الاحتفال بيقول انه اتشرف وانه شرف ليه ان يلعب قصاد الجمهور، قصاد الجمهور العظيم ده، وانه يحقق بطولات، وانه جاي من انديه ما كانش ليها الشعبيه دي ولا البطولات دي. وانا بقول له من هنا انه جمهور الاهلي كمان زي ما انت اتشرفت انك تلعب قصاده، جمهور الاهلي اتشرف ان يبقى فيه مهاجم قوي هجام بيمثل خط هجوم النادي الاهلي زيك. كمان جمهور النادي الاهلي انت بقيت في قلبه. جمهور النادي الاهلي بيحس باللعيب اللي بيعرق واللي ما بيبخلش بنقطه عرق عشان الفرقه دي، وجمهور الاهلي بيقدر ده كويس وبيشيله كويس. امام والهدف العالمي اللي جابه، اسطوري زي ما انت عايز تقول، عالمي زي ما انت عايز تقول. امام انت جبت الهدف لما لعبت النهارده للفرقه، لما ضغطت، لما ما لعبتش لنفسك، لما فكرتش في اللقطه، فربنا سبحانه وتعالى اداك هدف. وردا بقى على الكابتن خالد غندور اللي من يومين كان طالع بيقول ان الكابتن حسام حضر مباراه الاهلي والزمالك وانه امام ما يستحقش وانه مش هيروح دلوقتي المنتخب. طب بعد الاداء ده يا كابتن خالد ويا كابتن حسام، امام يستحق ولا لا؟ ولو احنا النهارده بنحاسب اللاعب على مستواه في المباراه، يبقى كابتن حسام لو اول مباراه يتغلب يمشي، والكابتن خالد في برنامج عمله في مره او حلقه ما كانتش قويه ينهي التعاقد مع قناه المحور. الحكايه ما بتمشيش، لازم نبقى عارفين انه اي لاعب بيمر بفتره، المهم ان هي ما تطولش. كريستيانو النهارده النصر بيلعب قصاد التعاون، ضربه جزاء في الوقت الضايع تضيع، يخسر النصر والتعاون اللي يوصل لربع النهائي. هل ده معناه ان كريستيانو لو في تجمع دولي دلوقتي مش هيروح منتخب البرتغال؟ هل تاريخ كريستيانو ينتهي؟ لا، مباراة 2 مازال هو اللاعب فترة. كابتن حسام الكلام احتوي اللعيبة المهمة. النهارده طاهر بيثبت احتياج كولر، وليه كولر فضل طاهر على 2 لعيبة ليهم كل الاحترام والتقدير، عبد القادر والقندوسي، عشان التغطية اللي بيعملها مع الباك. إذا كان بيعملها مع محمد هاني أو مع أكرم توفيق. هو ده تفكير كولر، إن الجناح يرجع ويبقى عنده واجبات. النهارده مفيش سفيان رحيمي، في وسام أبو علي، في إمام عاشور، في قفشه. تحية من القلب للأهلي وجمهوره. الأهلي زعيم زعماء قارة إفريقيا وآسيا.